ازيكم يا جماعه في فيديو جديد. في الفيديو ده هلخص قصه اركين، وهو مسلسل انيميشن اتعمل له موسمين، ويعتبر واحد من افضل الاعمال البصريه اللي هتشوفها في حياتك، وكمان قصته جامده جدا. فمن غير كلام كتير يلا نبدا. تخيل معايا كده في عالم خيالي اسمه الزون، الناس فيه عايشين تحت الارض، فقر وظلام وقرف، وبيحاولوا يتمردوا على مدينه الرفاهيه اللي فوقها. التمرد فشل وناس كتيره ماتت، من ضمنهم ابو وام 2 بنات صغننين، فاي وباودر. بس في وسط الدمار ده الراجل اللي كان قائد التمرد فاندر حس بالذنب على اللي حصل، وقرر ياخد البنات دول تحت جناحه ويربيهم كأنهم ولاده. عدت سنين وفاي وباودر كبروا وبقوا عايشين مع فاندر واخوين كمان بتبني، وهما مايلو وكالجر. الاربعه دول كانوا عاملين عصابه صغيره بيسرقوا من بلتوفر ويرجعوا بالغنايم لزون. في يوم قرروا يسرقوا شقه فخمه العالم اسمه جيس تالس. دخلوا الشقه وباودر لقت حاجه غريبه، كريستالات زرقاء سحريه، بس وهي بتحاول تاخدهم واحده انفجرت وقلبت الدنيا، فهربوا بسرعه. وهم راجعين قابلهم شويه بلطجيه تبع واحد اسمه ديكارد، وبدات خناقه. فاي ومايلو وكالجر اتخانقوا وباودر هربت، لكنها وهي بتهرب ضيع كل حاجه سرقوها ما عدا كريستالات. لما رجعوا مايلو وكالجر زعلوا، قالوا انها نحس وكل مره باظ عليهم السرقه. بس فاي قالت لها هتثبتي نفسك يوما ما يا باودر وانا مؤمنه بيكي. في الوقت ده جيس كان بيتعرض لتحقيق في الاكاديميه بتاعه بلتوفر عشان بيشتغل على كريستالات دي من وراهم. بس ليه؟ عشان زمان وهو صغير السحر انقذ حياته، هو شايف ان التكنولوجيا السحريه دي ممكن تطور بلتوفر، بس الاكاديميه كانت ضد الكلام ده وطردوه. هنا بيجي فيكتور مساعد البروفيسور هايمردينجر ويقرر يساعده، ومع بعض يخلقوا اختراع جديد اسمه هيكستيك، سحر بالتكنولوجيا. بعيدا عن كل ده في زون في واحد شرير اسمه السيليكو ماسك العصابات بقبضه من حديد، وبيشتغل مع عالم مجنون اسمه السنجد اللي بيطور حاجه اسمها الشمر، مصل بنفسجي كده بيخليه قوي فوق طبيعي بس بيبوظ دماغك حرفيا. سيليكو قرر يخلي ديكارد اول تجربه بشريه واجبره يشرب الشمر، وفعلا ديكارد اتحول لوحش مرعب. دلوقتي بقى هدفهم هو فاندر. المصيبه في الوقت ده فاندر كان بيتحقق معاه من الشرطه بسبب سرقه اولاده، وفجاه ديكارد بيظهر بيقتل الضابط ويسيب واحد حي اسمه ماركوس، وبيخطف فاندر لسيليكو. فاي ومايلو وكالجر طبعا ما سكتوش وراحوا ينقذوه، بس فاي خايفه على اختها الصغيره باودر، قالت لها اقعدي هنا دي عمليه خطيره. بس باودر دماغها ولعت، قالت انا هثبت نفسي النهارده. راحت وراهم ومعاها كريستالات وفجرت المكان كله، معتقد انها تنقذهم. بس اللي حصل كالجر ومايلو ماتوا وفاندر اتصاب جامد. فاي بعد كل ده بصت لباودر وقالت لها كلمه اللي اثرت فيها، انت فعلا جينكس يعني نحس، وسابتها ومشيت. ودي كانت اللحظه اللي ماتت فيها باودر واتبنت شخصيه جينكس. سيليكو لقى البنت الصغيره دي مكسوره ووحيده وقال لها انا ابوك الجديد وانا الوحيد اللي هفهمك. ومن اللحظه دي باودر بقت جينكس المجنونه اللي بنشوفها في المستقبل. عدت سنين بعد الانفجار وزون غرقان في الفوضى، وجينكس دلوقتي بقت اليد اليمنى لسيليكو، ومش بس كده دي بقت مخها لفوق كمان وعامله زي قنبله موقوته. في الناحيه الثانيه جيس وفيكتور عملوا اختراع اسمه الهيكس كريستال، نسخه محسنه من الكريستالات اللي كانت عند جينكس زمان. التكنولوجيا دي كانت هتخلي اي حد يقدر يستخدم السحر، بس محتاجه سنين عشان تستقر. بس قبل ما يلحقوا جينكس بتسرق الكريستالات دي في عمليه سرقه جنونيه، بتفجر نص بلتوفر وبتقتل ضابط بالاوامر من سيليكو. الفوضى دي بتخلي الشرطه تشك في مجموعه اسمها فاير لايتس مش في جينكس. هنا بتدخل على الخط شخصيه جديده ومهمه، وهي كاتلين، ضابطه شجاعه من بلتوفر قررت تتحرك بنفسها عشان تكتشف مين ورا الجرائم دي. والمفاجاه بتلاقي فاي في السجن ومحبوسه من سنين، بتطلعها عشان تساعدها توصل لجينكس بما انهم اخوات ويمكن تقدر توقفها. بس زون بقت اسوأ من الاول، كلها شمر وبلطجيه ومصانع موت. واول ما يقربوا من لم شمل الاخوات بتدخل مجموعه الفاير لايتس وتخطف كاتلين وفاي. والمفاجاه الاكبر زعيمهم هو ايكو، وايكو ده هو صاحبهم القديم من الطفوله اللي كانوا فاكرينه مات او اختفى. ايكو بيقول لفاي باودر اللي كنت تعرفيها ماتت، اللي قدامك دلوقتي هي جينكس. فاي وكاتلين بيهربوا من الفاير لايتس، بس قبل ما يبعدوا عن المكان جينكس بتظهر. الهجوم بتاعها بيكون عنيف ومجنون. ماركوس اللي بقى شريف التوفر بيظهر هو كمان، لكن جينكس بتولعها وتقتل ماركوس وكل الرجاله الخاصه فيه، وكل ده قدام كاتلين اللي كانت مصدومه. بعدها فاي بتقع في قتال وايكو بيقرر يواجه جينكس لوحده في مشهد رهيب. الاتنين بيواجهوا بعض، بس جينكس بتفجر الدنيا وبتتصاب هي وايكو مع بعض وبتاخد الكريستاله وتهرب. في الوقت ده بلتوفر بيولع. الناس فوق مرعوبين من فكره ان زوم ممكن تعلن الحرب. جيس بيقترح نعمل هدنه ونديهم الاستقلال بس بشرط سيركو يسلم جينكس. ووسط ما كل بيتخانق ويتفاوض جينكس ترجع لسيركو، بس مش زي الاول، الموضوع طلع من ايديهم. وفي لحظه النهايه جينكس تخطف فاي كيتلين والسيلكو نفسه وتربطهم على ترابيزه وتبدا اللعبه. فاي بتحاول ترجع جينكس لاختها باودر، سيلكو بيحاول يقنعها انه الوحيد اللي حبها بجد وانهم عايزين يخلوا العالم يخاف منهم. جينكس مش قادره تتحمل كل ده، بتقتل
سيليكو من غير قصد وهي بتحاول تحمي فاي، بس بعد كل ده مفيش رجوع. جينكس بتبص لفاي وتقول لها باودر ماتت وانا دلوقتي الجينكس. وفي لقطه الختام جينكس بتستخدم الكريستاله وبتطلق صاروخ مباشر على مجلس بلتوفر اللي كانوا ساعتها خلاص وافقوا على السلام. الصاروخ بينفجر والدنيا بتسود. بعد ما جينكس ضربت مجلس بلتوفر، الضربه دي قضت على عدد كبير من المسؤولين الكبار من ضمنهم كاتلين كاساندرا. جيس وميل نجوا، لكن فيكتور اتصاب اصابه خطيره. عشان ينقذ فيكتور جيس استخدم اكس كور بطريقه مش امنه ضد رغبات فيكتور نفسه، وده خلى جسمه يتحول ويبقى له قدرات غريبه. فيكتور زعلان جدا على اللي حصل ومشى من بلتوفر. في زون فيكتور بيستخدم قدراته الجديده عشان يشفي ناس مدمنين على الشمر وبيكون لهم جماعه حواليه. مجلس بلتوفر قلب ضد فكره استقلال زون رغم اعتراض جيس وميل. كاتلين انضمت للشرطه وطلبت من فاي تساعدها، لكن فاي رفضت لانها لسه بتخاف من اللي حصل لابوها. في حفل توديع لمجلس بلتوفر، مجموعه من زون اخترقت حواجز بلتوفر وهجمت الحراس. الشرطه قبضت عليهم وده زود السياسه حده. بلتوفر ابتدت تستعد لهجوم شامل. كاتلين قررت انهاء الحرب بطريقه تانية. بدلا من الحرب المفتوحه جمعت فريق صغير دخلوا زون بايديهم ليقبضوا على الجينكس ويقبضوا كمان على مخاطر الشمر بدون اقل عنف. الفريق ضم مادي، ستيب، لوريس وفاي رغم انها مش موافقه في الاول. اثناء وجودهم في زون كتلت استخدمت ماده سامه اسمها الرمادي ضد الناس، وده خلى فاي تحذرها انها تبعد عن الطريق ده. في الوقت ده عصابات زون اللي كانت بعد موت سيليكو زي كروس ومارجوت وسميتش ابتدوا يتخانقوا على السلطه. سيفيكا اليد اليمنى لسيليكو حاولت توحدهم ضد بلتوفر، بس باقي العصابات رفضت. حصل في زون كليفل وور، ناس كتيره اصبحت لاجئين المعروفين بالبني بتوع فاير لايتس، ودي شجره وسط مجتمعهم بدا ان الشجره دي تموت. عشان كده راحوا يستعينوا بجيس، ونصح جيس ايكو وهايمردينجر انهم يدخلوا معاه مخزن هيكس فولت في بلتوفر لاكتشاف السبب، لكن اتشالوا لعالم تاني. جينكس بقت تهتم ببنت صغيره اسمها ايشا وبدات تطلع منها صفات شبيهه بباودر، وده خلى جينكس تفتكر نفسها القديمه شويه. جينكس وسيفيكا هجموا على سجن بلتوفر وصدوا بكاء كيتلين. وقتها كيتلين خسرت معركتها لانقاذ جينكس وفاي كانت مضطربه. العلاقه بينهم تشوشت. في بلتوفر اكتشفوا ان ميل امبسا كانت المنظمه للحادث ده، ومن بلد اسمها النوكسس قررت بذلك تهدي الزونكات. بعدها ميل اتخطفت من منظمه منحرفه اسمها الزهره السوداء اللي قالت لها انها الشخص عندها قوه ممكن تنقذ العالم من خراب كبير. في نفس الوقت هايمردينجر وايكو دخلوا عالم موازي في نسخه تانية من العالم، لكن الكريستالات ماتوا وفاي ماتت وباودر ما بقتش جينكس. بعد تجارب هايمردينجر اضطر يضحي بنفسه عشان يرجعه للعالم بتاعه، وبعد ما رجعوا الزمن الحقيقي جيس صحى في مكان مرعب بس تم انقاذه من شخصيه غامضه كانت هي نفسها من عالم تاني. رجع بوعي كامل برساله جديده انه لازم يمسح كل التكنولوجيا السحريه. عصابات زون اتلمت وشرطه بياخدوا رهائن من بينهم ايشا وسنجد. سنجد ترك اثر دموي وخلق وحش نصف انسان نصف ذئب. الوحش اتعرف على جينكس كابوها فاندر اللي عايش بيها دلوقتي. ده خض جينكس. بعد ما الوحوش عرفوا ان الوحش اللي هو فاندر هرب، جينكس لقت فاي مدمنه خمر دخلت حلبات الشغل العنيف لتنسى قدره جينكس تقنعها انهم يلاقوا فاندر سوا. لقوا فاندر مع فيكتور في زون. فيكتور كان بيشفي الناس باستخدام الهيك ستيك. قدر فيكتور يشفي عقل فاندر وبقى قادر يسيطر على نفسه تاني. لسه كلفت سنجد بمطارده فاندر المحول. كيتلين اكتشفت من سنجد اللي اسمه الحقيقي كورين ريفيك اللي كان بيكافح ينقذ ابنته اورينا بعمليات خطيره زي عمل الشمر. دارت مواجهه بمركز فيكتور بشكل كبير. في اللحظه دي كيتلين قررت ترجع لفاي وتقف معاها في النهايه ضد الظلم. جيس بيحس بالذنب من اللي عمله، دخل واستقبل فيكتور حرفيا. النتيجه فيكتور المخلص يموت والناس اللي كان شافهم بيعودوا في حالات صحيه سيئه، فناس تموت بقى وناس تتعب جدا. فيكتور المتحول بيتحدى الملاك ويحكم بشكل كامل ويخطط انه يمسك القوه الكامله امبسا، وسنجد بيقف جنبه. جينكس بتحبس بسبب جرائمها. فاي بتحاول تخليها تهرب لكن جينكس سابت فاي في السجن وهربت لان خلاص فات الاوان. كيتلين بتروح تطلق سراح فاي وبتجتمع قوه جديده مع جيس وميل عشان يواجهوا فيكتور وورشته. قوات امبسا وشمر ومناصرين لفيكتور بيتفقوا. ميل بلقت قوها السحريه. فاي وجينكس اتحدوا من جديد قدام فاندر اللي بقى وحش قاتل. جينكس بتضحي بنفسها علشان تقضي على فاندر وتحرر فاي. وفي اللحظه دي فيكتور بيصل لمخزن الهكس كور لتحويل كل العالم للقضاء عليه، لكن جيس بيتدخل وبيساعده في المهمه دي ايكو بقدراته على التلاعب بالزمن. بتظهر الحقيقه ان الراجل الغامض اللي رجع جيس هو فيكتور نفسه من المستقبل اللي فشل فيه وكان بيعمل على اعاده التوازن، وده اكبر بلوت تويست هتاخده في حياتك. انتهت الحرب، ميل كشفت امها وبقت احسن زعيمه النكسس. سنجد انقذ ابنته
واخواته اورينا اللي اتفجرت واتشافت. اخيرا جون وبولتوفر بيتحدوا، وفاي مع كيتلين قلبا وقالب واقفين جنب بعض عشان يبداوا بناء جديد على اساس لازم نعيشوا سوا في سلام، بس فكك منهم يعني عشان هم الوان. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الجميله دي، ولو عايز نتكلم عن اي كرتون قول لي تحت في الكومنتات. كان معاك ابراهيم، سلام.